موسى بن عيسى ليلة من الليالي كان يتسامر، قاعد سهرة عنده، واكو ناس داير مدايرة قاعدين جايين باعتبار هو الوالي وكذا وشي، فدار الحديث من هنا وهناك، وباعتبار هو مسؤول على البلد ورئيس البلد وكبير البلد من قبل السلطة العباسية، فجرى ذكر المرأة، وأنه في الكوفة أكو امرأة تداوي الناس بتربة الحسين، جرى الكلام عن التربة، اتبدل الحديث في مجلسه عن شنو؟ عن تربة أبي عبد الله الحسين. سمع هذا سمع ذاك، قال: وهل يوجد منها شيء؟ أكو أحد عنده شيء منها؟ فالسيد حباب من بني هاشم محترم شيبة قاعد، قال: إيه أنا عندي. قال له: وينها؟ كان طلع له التربة، قال: هاي اللي تستشفون بها ويستشفون. قال له: لا، إيه هاي تربة الحسين. فمد يده في ألبسته في داخله ووضعها في دبره احتقارا واستهانة وهتكا لهذه التربة، فما استقر به المجلس إلا ونادى: النار النار دا أحترق. النار النار، هاي قصة في التاريخ، الكل كاتبها في التاريخ، هاي النار النار. تفرق المجلس، عرفوا هتك للتربة استلزم هذا، الطست طش تجيبه. تفرقوا الناس عليه وكذا، وقام يخرج أحشاء قام تحترق وتخرج، وهو يصرخ وينادي: النار النار دا أحترق، لحقولي. كان يوجد في الطبيب نصراني متطبب، يوحنا المتطبب يسموه، راحوا ركض جابوا الهيا، وإجا نص الليل وقال: هذا تناول السم؟ قال له: لا. قال: شو مسوي هذا؟ اترك مولانا، انت ما تعرف هالاشياء. قال: لا، خلي اشوف، وغير اعرف حتى اشوف الى دواء ما الى دواء. قال: هذا الشيء غريب، هذا ماكو مرض، هالشيء ماكو سم. ردت اسال: هذا السم شنو هذا؟ شنو هذا؟ قال له: لا مولانا، هذا جابوا له التربه هتكها طلع لك يا معود، جبناك حتى تشوف هذا. قال: خو شفت انا ما إلى دواء، هذا ما إلى دواء، هذا فرشي مسوي الله ضربة إلهية. هذا مو مال طب، مو مال أكل، مو مال سم، مو مال شرب، مو مال كذا، ما عندنا في الطب شيء. هذا منو؟ موسى بن يحيى. هذا موسى ما أصبح حتى مات. إسحاق ابنه اللي الآن الكلام يجب